السلام عليكم، اهلا وسهلا في بودكاست معلم التسويق او ماركتنج جورو. والنهارده معانا شاب مصري انتربرينور او رائد اعمال، او بصراحه دلوقتي نقدر نقول عليه رجل اعمال، ما شاء الله، ربنا يفتح عليه ويزيده. من اهم الشباب المصريين، نجح في حاجه ناس كتير جدا ما نجحتش فيها، وهو ان احنا نعمل العمليه العكسيه. احنا متعودين ان اليابان وكوريا والصين تبيع لمصر. لا، الراجل ده عمل منتج مصري اصيل، طالع من اصل الارض المصريه، وباعه لكوريا واليابان. معانا المهندس محمد حباله. اهلا بيك يا باشمهندس. اهلا بيكم. انا اتشرفت جدا جدا النهارده ان انا اكون موجود معاكم. انت منورنا. اشكرك. احنا في البدايه يعني، بس قبل ما اخش في البيزنس والماركتنج والكلام ده والبيعه العظيمه اللي انت عملتها في كوريا واليابان والصين والحته دي، ايه بقى اللي وداك كوريا اصلا؟ والله انا اصلا شخصيا ما بطلعش بره المنطقه. يعني انا بحب دايما ابقى قاعد، يعني حواليا متدفي الشباب الدفى المصري. ومتدفي اه. وكده. وبعدين حصل ان كان في يعني بروجكت وكنت هناك ولقيت ان الموضوع ابتدى ان هو يطول شويه. وبعدين جينا قلت خلاص البروجكت خلص، فقلنا هنرجع هوب كورونا. الدنيا قفلت، مش فلقيت عارفين نرجع في مصر. مصر، ففضلت قاعد شويه اتحبسنا هوب هناك. لقيت متجوز وعندي عيال. ف يعني اتدبست خلاص يعني لو آه. بلا اتدبست، رجعة. لو خلاص بقى يا جماعه، طب ما أنا ورحت عشت تمام. في كوريا. وبعد كده عشت في كوريا اه. فتره لطيفه، اه. وكانت يعني اكسبيرينس تتكلم كوري كويس ولا يعني بقى سرفايفنج كوريين، لسه؟ يعني اللي هو اه. بقى ما تحطنيش في كونفرزيشن. حاضر. يعني اللي هو يعني ما تحطنيش في حاجه ساينتفك. ببيع واشتري كده وبتاع جاي اجيب وخلاص. حاجتي، اروح اه. منين، الحمام اه. فين، حاجات كده بس يعني. كده. بس وكان يعني الحمد لله، كان يعني ربنا وفقنا في يعني في الشغل هناك، وكانت والناس هناك لطيفه، وانا انا ما اعرفش، بس انا شايف ان هي very good environment للبزنس ان جنرال. ولقينا ان الموضوع لطيف، فقعدت. قعدت هنا. طيب اه. طيب ايه يعني ايه العوامل اللي خلتك تقول ان دي very good environment ان انا اكمل هنا ونفتح line of business او خصوصا نشوف داخل business تاني؟ بليفه، انا بس مش قادر استحمل اكتر من كده. انا مش يعني عايز اقولها يعني ايه. احنا الليفه بتاعتنا المصريه مبذر دي، عارفها، اللي لا انا هي عارفها. ازاي دي تروح كوريا وتنجح ويدخل بيها اليابان وتنجح، ما شاء الله يعني. ويعني الحمد لله، يعني الحمد لله. هي بس الفكره كلها ان يعني هي الحاجه اصرت ان انا في اجازه، يعني كنا رجعنا اجازه، يعني في فتره خدت كان زوجتك من وخدت كوريا ورجعنا. ورحتوا اسكندريه؟ رجعنا عشان اسكندريه باشمهندس والدنيا اسكندراني زيي يعني. في تحيزات احنا شايفينها، طبعا بس احنا احنا تمام. اسكندريه دي جمهوريه لوحدها غير بقيه الناس. اخد المايك واروح لا لا اقعد في لا الروم لا لا التاني. لا معلش، هنسمح لك تقعد معانا. يعني ده عدي يلا يلا اه يعني خلاص. الفكره كلها انها كانت يعني كانت جيت خدت زوجتي وجينا مصر، لأن يعني يوم يعني الجواز بتاعنا كان على زوم ميتنج. كانت امي بقى وخلاني واخويا وكده، وبعدين نزلنا مصر. هم واحنا قاعدين، ما انا يعني اليوم اللي انا مسافر فيه، والدتي اصرت ان احنا تدينا ليف. خد بقى الليفه دي معاك. لو انت ما عندكمش مش ليف هناك هتستحموا مش هناك. انت عارف هتستحموا، الامهات ما برضو بتركز في حاجات بتنضفش. دقيقه. لا، لا ولازم بس تاخدها بس معاك. بس مختلف، يعني موضوع مختلف. دايما بتلاقي يقول لك بطه فطير بط. وز، صح. لا هي هي ليفه. عارفه ان انا مش هاخد الحاجات دي. اه. هي متاكده ان انا مش هاخد الحاجات ديت. فقالت لي طب وانا جايبه لك، فكانت جايبه لي حاجات كتير، انا مش عارف احطهم في الشنطه، لدرجه ان انا حطيناها وقعدت وقفت عليها مم. اه. واخدهم وانا متقدر يعني، آه. مش واخدهم وانا مبسوط خالص. سبحان الله. وبعدين وصلنا هناك، فعايز ادي هدايا للشباب، فمراتي قالت لي طب ما نقطعهم ونديهم حتت كده للناس تقطع وكده. الليفه وتوزعها على وزعها على الشباب القرايب بقى، الناس وبتاع. والقرايب اه. فبعد كده احنا بنعمل جاذرينجز كده كل فتره. مم. فقاعدين، فحد من الناس قال لنا يا جماعه ده هايله جدا، ما تعملوها براند. اه. يلا بينا يا سلام، بس نستنى. كده. لو هي دي المشكله يبقى خلاص ان شاء الله اتحلت يعني. حد كوري. مساء الخير. قعد كوري يعني، قال لك لموا لي ده كل الليف. هات لي يا ابني الليف ده. حرفيا ده تقريبا اللي حصل. فروحنا البيت، قعدت طبعا على اللابتوب شويه كتير، يعني اليوم دوت انا بالليل قعدت سهرت على الموضوع كله لغايه تاني يوم الصبح. وكان في حد يعني من الشباب كان بيساعدني في الاول، واخويا كان بيساعدني في الاول، ويعني كان في كونتريبيوشن لطيفه جدا. والناس كلها يا ابني انت هتبيع ليف، يا ابني انت ايه اللي انت انا ايه اللي نزلني اروح افهم اعمل كذا، انا ليه اروح اعمل، طب ما تقولي انت عايز ايه
وانا اصلا مش عارف انا عايز ايه. يعني انا ما كنتش ما كنتش دي شايف نقطة مهمة، ان ساعات البيزنس ما بقاش واضح انت يعني الهدف ما بيكمل مع الوقت. دي نقطة الناس لازم تاخد بالها منها وانت بتبني هي بيزنس يعني. المهم الحركه، يعني هو سعي. يمكن انت شفت ان في فرصه او في حاجه مطلوبه، فواي نوت ان انا اجيبه تيست يعني. انا هقول لك يعني بعيد بقى عن ان احنا بنتكلم ان لايت توك، بس في حاجه انا يعني انا شايفها، كنت شايفها اصلا في الماركت هناك. احنا ليه ما عنديش حاجه اسمها ميد ان ايجيبت برودكتس موجوده في ماركت زي ده؟ ليه الحاجه الامريكانيه احسن؟ ليه الحاجه الكوريه احسن؟ ليه الحاجه اليابانيه احسن؟ طب ده يعني الموضوع ده اصلا من قبل الموضوع، يعني من قبل موضوع ان انا اشتغل أو اعمل منديسه اصلا او اعمل ليفه او ان أنا اعمل اي حاجه منتج مصري. هو ليه احنا ما عندناش حاجه ميد ان ايجيبت كومبيت؟ ما احنا وي هاف اول ذا رول ماتيريالز، عندنا كل المواد الخام، والمان عندنا باور كل طبعا على يعني في كل و... حتة. وكلها حاجات. استراتيجيك لوكيشن، تعرف تجيب اي حاجه انت عايز تجيبها وتصنعه. ده حقيقي. طب يا جماعه ليه احنا ما عندناش زي ما بيقولوا كده ليه الجود اكسكيوشنز او الجرأة في في ان التنفيذ احنا وانك تجرب وتنفذ صح ليه بما احنا بنبيع يناسب الناس حاجتنا، دي. وليه بنبيع حاجتنا رو، وليه ما عندناش حد بينافس؟ ليه ما عندناش زارا هوم؟ ليه ما عندناش اتش ان ام؟ ليه ما ان عندناش شاء الله يبقى في منديسة هم بقى. ده ان شاء الله ده يعني بروجكت جاي بس الدرس المستفاد ان احنا لازم نسمع كلمة ماما في اي حاجة. ده تمام. غصب. ده يعني درس لازم اسمع كلام كل وانت الناس انسان تسمع. مغمض يعني. بس يعني التحول بقى من كون انها فكرة هدايا بتوزعها على الاهل والاصحاب وكده الى ان هو بيزنس ببراند نيم ما شاء الله. يعني انا سمعت رقم محترم جدا في التوب لاين، انا مش عارف تسمح لنا نقوله او انت تقوله. يعني آه. يعني مش تمام. يعني رقم كويس. انت قلت رقم في شارك تانك لما ده طلع. حقيقي. هو كان تقريبا بنفس تقريبا اولموست ده، يعني ده نمبر. احنا يعني توتال مبيعات الشركه في الفتره الاخيره يعني وصلت اولموست 1 مليون دولار يعني. 1 مليون دولار ما شاء الله. يعني طيب يعني طبعا ما شاء الله ربنا يزيدك، بس عايزين نعلم الناس اللي بتفكر لسه وبتعمل ستارت ابس او بيفكر يطلع اصلا ولا ما يطلعش، ازاي يبقى عندي الجرأة دي؟ انا انا ما اقدرش انصح اي حد باي حاجه، بس انا في حاجه انا متاكد منها دي 100%. يعني قصدك ان كل واحد ليه تجربته الخاصة؟ طبعا ده اكيد. كل واحد هو عنده مقومات معينه تقدر تخليه يبقى احسن حاجه في المكان اللي هو فيه. بس انا في عندي مبدأ كده لطيف جدا. جربت، فشلت، ليه؟ صح. فلو انت عرفت لو ما ليه، عرفتش تجاوب على سؤال ليه مش هتتعلم ومش هتنجح المرة الجاية. ده حقيقي. حضرتك بقى لو انت بتشتغل مثلا مهندس، حضرتك تشتغل محاسب، حضرتك تشتغل كاشير في مطعم على اول شارع محدش يعرف عنه اي حاجه، او لو حتى حضرتك عامل نظافه محترم، او انت ايا كان انت بتعمل ايه، لو انت عندك مشكله معينه، لو انت ما عرفتش تسال السؤال الصح عمرك ما هتعرف تحقق حاجه في اللي انت بتعمله. ما انت ممكن تكون احسن حد، احسن باريستا في العالم، ممكن تكون احسن راجل اي حد، اي وظيفة كول سنتر ايجنت، مش عارف بتشتغل في الماركتينج في السيلز. دي حاجه من الحاجات اللي انا الصراحه يعني يعني ده يعني شايفها يعني كريتيكال. انا اعتقد ان الفرصه لما هتيجي انت لو مش جاهز لها مش لا عمرك ما تكون جاهز 100%. انا معاك، ده بس حقيقي. اتليست يعني انت عندك فيجن او باصص ان انا في حاجه معينه عايز اعملها كبيره، فانت بتديفلوب على الاسبكتس المتاحه. بمناسبه بقى الكلام ده بالظبط، احنا كنا قاعدين كده مع الشباب، وكنا فاتحين كده زي توبيك بنتكلم فيها الموضوع دوت، و... واتقالت نفس الكلمه. طب ما انا برضو لسه مش عارف، طب ما انا هعمل ايه؟ فانا في فتره كده من الفترات كنت عامل كده على نفسي قوقعه، وقعدت وقريت يعني قعدت اقرا كتير، لان ده الحاجه الوحيده اللي كان ممكن اطلع فيها طاقتي في الوقت دوت، وما عنديش اي حاجه تانية اعملها. و... وكانت فتره صعبه عليا، فكنت قعدت اقرا، فقعدت يعني اجرب. يقول لك ده احسن كتاب بتاع كذا، جاي شاريه قاري فيه شويه، if it's good بكمله، لو مش حلو بروح جاي احطه في المكتبه. وبقت عندي مكتبه كبيره، و دي البريبريشنز اللي انا ممكن اقول لك عليها. اوكي. لكن ان انت تبريبير البيزنس ذات نفسه، هيراركي وموديل وهيد كاونت و
ده مش هيحصل. بص يعني انت عارف اللي يعني انا خليني اكون صح. الكلام اللي بنقراه في الكتب مش كله لا لا لا. بينفع يتطبق. لا لا لا. بس انت عارف اللي انا اقصده ايه، ان انت مش يعني مش هتعرف ان انت تروح تعمل بزنس موديل بقى والهيراركي وهنعمل ونسوي الكلام ده، بس اتليست انت يعني في الوقت ده معاك وقت ومعايا باور وفي حاجه انا عايز اعملها بس مش عارف ايه، عندك فانا جرأة هقعد اتخاذ. اقرا هقعد ادور لحد اما هلاقيها، فاهم قصدي؟ لكن هي ما بتجيش كده يعني، فاهم قصدي؟ مش ده وانت حقيقي. قاعد ما بتعملش حاجه صح، خالص صح. ومستسلم ده حقيقي. للموضوع. لا، لازم تسعى وتجرب ويبقى عندك مرونة ان انت تقع وتقوم وتخسر وتقع وتقف ده تاني حقيقي. وهكذا يعني. ده حقيقي. وفي كمان حاجة يعني أنا ممكن يعني برضو دي حد قالها لي، يعني قال لي طول ما الفكرة فكرة فهي ملهاش أي وزن. يعني لازم هي تتحول من من مجرد فكرة فكرة. حتى مديول، حتى لو أنت عملت بيها، يعني حتى لو أنت عملته وحطيته في الدرج بعد كده دراسة متكاملة او بتفكر فيها بشكل عملي تنفيذي، هحطها في الدرج حطها في الدرج وبعدين نفذها في اي وقت. بعدين. طب انت حكيت لي كده ان ليك استراتيجية، او يعني عايزين نقول ايه، طريقة معينة او طبخة معينة في الماركتنج بتاعك. انت شغال ماركتنج بطريقة انا ما شفتهاش عند ناس كتير. احكي لنا بقى زتونة الموضوع ده، يمكن حد يستفيد. يعني ممكن يا رب حد يستفيد. او يعني أو يا رب ما ضروش حد يعني. يعني لا لا، الناس هتستفيد بإذن الله. ان شاء الله. في بص انا عندي كده مبدئين. اليابانيين عندهم كده طريقه، هم ممكن ما يكونوش احسن ناس بيعملوا تكنولوجي في العالم، بس هم دي بيعرفوا ازاي يتقنوا اي كان اللي هم بيعملوه. يعني لو هو مثلا نجار، فهو بيقعد يجرب الحاجة مرة واثنين وثلاثة وعشرة، ممكن يقعد نجار طول حياته لمجرد ان هو يكون عنده قدرة ان هو يعمل مثلا انجل معينة، او يكون عنده مثلا ساندنج بطريقة محترمة، او فهم بيقدروا زي يتقنوا الاعمال البسيطة دي. حاجة. الحاجة التانية طريقة عرض المنتج. من وجهة نظري انا، احنا دلوقتي عايشين في جش من الاعلانات ونويزي طبعا. انفايرمنت طبعا. ديستراكشن عنيف. فانا هكمبيت مع مين؟ انا ايه اللي يخليني ليه اكمبيت؟ طب ما في 6 مليار بني ادم عايشين على نفس الكوكب، ما اكيد في سيجمنت معين من الناس هي ليها حبه اللي انا بعمله، فانا مش لازم اكمبيت مع حد. ولو انا عايز اكمبيت، انا ليه ما اعملش ماي اون ليج؟ هو في كام ليج مثلا بتتلعب مثلا في الكاتيجوري ده من البيزنس؟ مثلا ليتس سي 6 مثلا. طيب ماشي يا جماعه، ممكن يبقوا 7، مش مشكله يكون عندي فرق جامده بتلعب في الليج بتاعتي. صح. بس على الاقل this is my own league, this is my own rules، وانا انا اللي بحطها. وده اللي انا كنت بحاول اركز عليه اكتر مع الوقت. حاجه من الحاجات اللي انا برضو بحب ان انا اكون يعني مركز عليها قوي، الفيجوال. يعني الفيجوال بتاع بيس اوف ارت، حاجه جماليه شكلها طبعا محترم، طبعا تلفت العين وتخلي الكاستمر يشتري. بص هو طبعا ده مش لازم يتطبق على كل البيزنسز، بس يعني في الحته لو انا دلوقتي يعني بالنسبه مثلا للشركه عندنا، مثلا احنا بنبيع هوم ليفنج ايتمز، فانا دي حاجه هتبقى موجوده عندك في البيت، فلازم تبقى عينك مرتاحه لها طول الوقت. لو عينك مش مرتاحه لها فلازم تكون كواليتي برودكت، ولو مش كواليتي برودكت فلازم تكون ليها على الاقل ستوري بيهايند ات، ولو ملهاش ستوري بيهايند ات فاتليست ما تبقاش زي بقيه الناس كلها. يعني اتليست يبقى في حاجه بتخليها يعني مور هايجينيك، ممكن تكون ايكو فريندلي، ممكن تكون يعني في اختيارات كتيره جدا، ودلوقتي معلومه مش صعب ان حد يوصل لها. الله ينور عليك. لسه اقول لك ان بقت كل اللي احنا بنعمله اي حد ممكن يعمله، بس فهو التاكلينج والجرأة هو ده اللي بيفرق. هو مش روكيت ساينس الموضوع كله. انا ما اعرفش، ممكن يكون وجهة نظري بسيط، بس ممكن يكون بالنسبه لحد تاني صعب. بس انا شايف ان هو لو الناس فعلا قدرت ان هي تتعلم ازاي تفوكس اون تارجتس، ده بيسهل كتيره جدا، بيسهل العمليه اصلا، ان انت تحدد الماركتنج سيجمنتس بتاعتك، تحدد الماركت سيجمنتس بتاعتك، تحدد طريقه بيعك عامله ازاي، تحدد الشانلز اللي بتوزع فيها البرودكت بتاعك ده should I hammer on it ولا should I فاهم remove it من الاس كيو بتاعي. كل دوت كان تركيزك في انت طبعا عندك رينج من البرودكتس، حوالي 20 برودكت تقريبا ده حقيقي. بس كان تركيزك دايما في الماركتنج كامبينز على الليفه المصريه
ده حقيقي. وانت بتعمل لها ماركتنج في كوريا ده واليابان، حقيقي. والباقيين يعني بيتباعوا مع الاكسبيرينس بتاعت الكاستمر. هو داخل اونلاين بيشوف الليفه بتاعتك، بعدين يلاقي يتفاجئ ان في برودكتس تانية ناتشرال. فصح كده اللي انا فاهمه ده من حقيقي. الاستراتيجي بتاعتك. احنا اول حاجه عملناها، انا ما كنتش عارف اصلا هبيع الليفه دي ازاي. يعني انا ما عنديش ما عنديش بلان. مش هكذب عليك. بس كان في حاجه انا شايفها ان في جاب في الماركت، ان كل الشاور يعني شاور تاولز او كل المنتجات اللي هي بتستخدم كلوفه هي كلها من البلاستيك. دي اول حاجه خالص. يعني ما في بقى بقول لك شعر حصان محطوط في بتاع خشب، مش براكتيكال خالص. فكان في حاجات يعني منتجات تانية طبعا، بس مش زي ده. في طبعا التشاينيز لوفا، ودي حلوه جدا كل حاجه، بس ممكن تستخدم بيها في الاطباق، لكن ما ينفعش تستخدمها على جسمك لان اتس فيري رف اند اتس فيري دراي، سكراتشي كده بتخربش يعني، وصعب ان انت ما بتمتصش الميه كويس. في بقى الفيتناميز لوفا، دي بتبقى اصغر في الحجم، فالانتاج بتاعها بيبقى عندك كده منه كتير، فصعب ان انت تطلع منها موديلز معينه، فهم بيستخدموها يعني فكل حاجه ليها كان فانا الكل ركزت عليه ان انا مش هقول طب يا جماعه ده انا عندي حاجه جامده جدا. انا ممكن اقول لهم يا جماعه طب انا عندي حاجه مختلفه شويه. بالظبط، wanna بتعالج try it؟ المشاكل في البرودكتس التانية اللي موجودة واللي مش عاجباك. بس انا ما قلتش ان الناس كلها ان الليف التاني فيه مشاكل، دي نقطه مهمه بقى. ماليش ان دعوه. مش عشان تنجح لازم تطلع عيوب المنافس وتظبطها. بس انا رأيي في ده ان انت تبريزنت ازاي الجيرني نفسها وهو بيستخدم الحاجة، مفيش ايشوز، مفيش مشاكل. فانت انت بتتكلم عليها بس بشكل مش غير مباشر، لا انت بتعرضها بصورة كرييتيف بس عشان خاطر زي ما انت قلت ان المنتج يبقى معروض بشكل كويس. ده حقيقي. بص، هو في حاجه عامه في الماركت هناك، هم بيعرفوا ازاي يفيجوالايز اي كلمه انت بتقولها او اي منتج انت بتستخدمه. شاطرين قوي في ده. هم فعلا بيعرفوا يعني هو they are very professional how to visualize anything. فدي حاجه من الحاجات اللي احنا بنفتقدها اصلا في الميدل ايست كله طبعا. وحتى في السوق الاوروبي او السوق الامريكاني برضو مش ما عندهمش الطريقه ديت. وبالذات ان هناك الكومبيتيشن مرعبه، يعني الكومبيتيشن ريت للشركات مرعب. وده يعني حاجه ممكن الناس تسيرش اونت، يعني مش حاجه صعبه قوي. بس فعشان كده كنت بقول لك انا ليه كومبيت. يعني انا مش داخل كومبيت، صعب ان انا كومبيت في ماركت زي المعركه الضخمه دي. يعني هو الناس كلها بتضرب في بعض. ايوه هنخش على ايه؟ خدت كده حته نيتش كده بلو اوشن مع Blue نفسك، Ocean، تلعب في حته لوحدك للناس اللي عايزه الحياه الناتشرال بكواليتي محترم. بس انا عندي سؤال بصراحه، الناس دايما بتستصعب فكره التصدير علشان المراقبه على المنتجات، خصوصا في البلاد اللي زي كده المكعبلينها. واكيد انت عديت بقى يعني هل هم شافوا المنتج وحللوه والجو ده؟ يعني عملوا ايه بس بقى؟ اول مره احنا بعتنا فيها منتجات كان في كيميكال تريس في الليف، وقال لك ده عشان ده سكين كونتاكت برودكت فانتوا لازم تماتش الريجوليشنز. طب يا جماعه ايه الريجوليشنز؟ قال لنا احنا ما استخدمنا، يعني ما فيش حد بيستخدم الليف دوت للشعور، فاحنا اللي بنبتدي نحط ريجوليشنز ليه. ده انت عملوا عليك ريجوليشن. يعني هم فعلا هي كانت احنا يا جماعه علمنا كوريا واليابان. انا اصلا ما كنتش يعني ما اعرفش يعني. طبعا تمام. بس انا اسمع مثلا ان هو بيبعت ناس تيجي تسافر ولا يعني لا ده لو هو عشان هو ده منتج زراعي ده فعلا، بس ده منتج زراعي مصنع فما بيبعتش دوت، ما بياخدش من التربه يعني. ده صحيح، هو بيشوف الفاينل برودكت ده فيه كيميكال تريس ولا لا. لان احنا الليف مثلا بيتغسل في الترعه او يطلع من الترعه يتغسل بكلور وفلورسنت اديتيفز يعني تمام مواد كيميائيه كتير بتدخل فيه، فلازم يتحلل. فما بيحللوا بيلاقوا فيه كيميكال تريس صعب جدا يعني. فنرجع، فاحنا جبنا حد يعني من اصدقائنا وكان في LG كيميكالز، وابتدينا ان احنا اعطينا له الليفه ديت ان احنا عايزين نعمل حاجه من الكيميكال تريس، فغيروا الفورمولا بتاعه التنظيف بتاعه التبييض. دي برضه حاجه مهمه. الليفه بتتبيض وبتتنضف بمواد كيميائيه علشان تطلع بالشكل الجمالي اللي في الاخر. ده حقيقي. والتبييض دوت لسبب واحد، ان مفيش كونسيستنسي في اللون. فانا لو انا النهارده ببيع لواحد ولا غامقه شويه هيقول مره بني مره سودا مره مبقعه فلازم تتبيض عشان يبقى في كونسيستنسي في البرودكت.
دي بقى اللي انا اتعلمته من الكوريين. يعني اليابانيين اتعلمت منهم حته ان البرفكشنزم في الحته بتاعه كل واحد بيعمل ايه. الكوريين they are very good in developments. لا they are very very good. واحسن ناس بيعرفوا ينقلوا المعلومه. يعني how to نقدر نقول ايه، implement. لو انت عايز حد ينقل لك بيزنس موديل، هم الكوريين اكتر ناس فعلا سهل ان انت تستقبل منهم المعلومه كريفايند، واضحه وصريحه وبتوبكس وسيستمايزد ومرتبه وهكذا، وبولت كده 1 2 3 4 وبعدين تعمل كذا ومن كذا تعمل كذا، ويحط لك صوره وبعدين الصوره ديت يحط لك سهم طلع منها يقول لك تمشي بالبروسيس دي دي. حته تنقصنا في الكالتشر بتاعتنا او الثقافه بتاعتنا. احنا لو اشتغلنا بنظام شويه وحرصنا على اتباع الانظمه اعتقد ده هتحسن كتير. هيعمل فرق كبير. طيب انا عندي سؤال بقى في الجزئيه دي. انت مصري رحت كوريا، حلو، وقعدت هناك شويه وكورونا جت والدنيا تمام. اكيد انت ما اكتفيتش بالريليشنز اللي كانوا موجودين وقتها ك فاميلي او كده ان هم يشتروا برودكتس. ده حقيقي. فانت يعني عملت كونكشنز ازاي؟ وخصوصا ان اكيد اللغه برضو ما كانتش اقوى حاجه وقتها. ده حقيقي. ف دي عملتها ازاي، وازاي قدرت توصل لسبلايرز اكتر وهكذا؟ انت بتبيع عند بيج نيمز كمان. شغالين هاينداي ديبارتمنت ستور، كوستكو ده من كوريا. اكبر الاسامي في العالم كمان، مش بس في كوريا. هوت تراكس، اورين ايجيبت، دول برضو واحده من الشركات الكبيره. يعني احنا فعلا كنا بنشتغل تقريبا مع كل التوب بيج نيمز. يعني ده حصل ازاي وانت فعلا السؤال مهم جدا. I'm knocking doors. يعني بص انا هقول لك حاجه. مثلا احنا اول حاجه، اول بلاتفورم نبيع فيه كان حاجه اسمها وديز، ده كراود فاندنج بلاتفورم. وانا ما كانش عندي برودكت اصلا، ده كان عندي بس يعني بروتوتايبس. واحنا خدناها صورناها عند واحد صاحبنا اصلا، مش شغلته بس هو عنده كاميرا حلوه، فرحنا صورنا عنده. هو وور فوتوغرافر مش بتاع برودكتس اصلا، وصورها لنا وبعتها لنا. يعني بعتها لي كده باير دروب واحنا واقفين. لو يعني حاجات بقى اللي هو كده. وبعدين عملنا ستوري بورد كده محترمه وحطيناها على الكراود فاند بلاتفورم، وقلنا لو لقيت ان هي فيها بوتنشال او البوش يعني هديها مجرد بس بالتست بتشوف الناس مهتمه ولا مش. ده حقيقي. فاحنا في اول راوند لقينا ان في اهتمام عظيم جدا. يعني كانت اول راوند، انا مش فاكر الرقم بالظبط صراحه، بس عشان ده كان فتره، بس كان حوالي في رينج من 40 ل 50 الف دولار اول راوند. وانا بالنسبه لي دوت كان اللي هو ده في انديكيتور بيقول ان احنا دي حاجه كويسه. طريق صح، نعلي بقى السكيل، نوسع الدنيا. ده فعلا انا ما كانش عندي الرؤيه الكامله ازاي هوسع السكيل في الماركت ده، بس كان عندي اللي هو انا لازم دلوقتي حالا اسلم المنتج دوت خلال 60 يوم. فانا ما كانش ما اقدرش ان انا اركز في ان انا هخش الماركت ازاي وانا المفروض في فلوس دخلت واحنا المفروض نسلم برودكتس في الوقت ده. انت بعت قبل ما تشتري. جرأة رهيب. بس هو يعني لو هم الناس ما استلمتش في الحاجه البرودكت بتاعتهم خلال 60 يوم فهي بتتسحب تاني مننا يعني مش بس نجحت في الخطوه دي الحمد لله. الحمد لله. فكلمت اخويا وكان في صديق يعني بيساعده، وايه مصطفى الاخبار؟ قال لي تمام. قلت له احنا عايزين كذا كذا كذا. قال لي يا ابني ازاي؟ قلت له ما اعرفش. انا دبست فعلا. المهم نزلنا وطلعنا الحاجه، وكان اول بروتوتايب ده كان سيء جدا بالنسبه لنا او بالستاندردز بتاعتنا وراح بقى لف في الناس عند في دمنهور، ويطلع من دمنهور على الشرقيه، ويطلع من الشرقيه على يعني انت بتلم من اراضي زراعيه، انت مش وبعدين هو من السكيل بتاعنا ما كانش كبير للدرجه دي، فما نقدرش فكل واحد يروح يديله سعر، وما كناش عارفين بقى ايه الفرق ما بين الكويسه وما بين الوحشه وما بين الغامقه وما بين الفاتحه وما بين اكس وما بين واي. فطبعا كان في بقى طبعا ايه هاصل لطيف، وكان في مغامره لطيفه يعني. بس في الاخر خالص طلعنا منتج. وبعدين لما وصل المطار الحجز في الجمارك طبيعي. طبيعي جدا. لا دي بقى ده بعد ما احنا عملنا الريجوليشنز وبعد ما عرفنا الستاندردز. ده كان في بقى فتره سامبلينج بتروح وتتعمل والكلام ده كله. وبعدين بقى في وقف في الجمارك، واحنا خلاص عدينا كل حاجه وطالعين مظبوط واوراقنا مظبوطه واخدين الشهادات المظبوطه وكل حاجه تمام. خد سامبلينج تمام. لا يا جماعه مش هيخش
ليه؟ قال لك عشان الليبل بتاعتكم مش مكتوب عليها ميد ان ايجيبت، فلازم يكون الاوريجين اوف ذا برودكت انا دي بقى اصلا ما كنتش اعرفها، يعني محدش قال لي عليها. يا جماعه انا كنت محدش قال لي عليها خالص دي يعني بجد. فلقينا ان احنا كنا عاملين ليبل واحد، ناحيه محطوط عليها اللوجو وناحيه مكتوب عليها اسم الشركه دايما ليسا، ومش حاطين ميد ان ايجيبت. فخلونا وقفنا في المطار، جبنا الباكجينج، كانت ايامها مراتي بقى حامل في نعيم ولسه الصوره دي عندنا، واخت مراتي وفي عز البرد واقفين جوه الهانجر بتاع المطار بنطلع الليف من الكرتونه الكبيره نحطه في علب صغيره مكتوب عشان عليها ميد ان ايجيبت. مكتوب عليها ميد ان ايجيبت عشان تعدي من الكاستمز. يعني مفيش حاجه بتيجي بالسهل. لا ما بس يعني عايز ننتقل بقى من الستارت اب الصعب ده والشقه اللي حصل في الاول، لانك بقيت واحد رائد اعمال، عرضت المشروع بتاعك في شارك تانك ولقى قبول. انا شفت الحلقه بصراحه كانت حاجه تشرف جدا، وكانوا بيتخانقوا مين اللي ياخد الديل، وفي الاخر انتصر حماده. طبعا استاذ محمد فاروق. طبعا استاذ محمد فاروق طبعا هو الراجل يعني يعني فكره من اشيك الناس اللي انا راجل اتعاملت معاها عارفين. اكيد اكيد. وهو يعني اكيد فرق معاك على المستوى طبعا الشخصي، على طبعا مستوى البيزنس. طبعا. بس خلينا نتكلم في المرحله الاولانيه، هي حضرت ايه علشان تنجح في الخطوه دي؟ لان ده هيهم اي رائد اعمال بيفكر ان هو يدخل معاه انفستور. انا كان في عندي 3 حاجات انا يعني انا صراحه مركز عليهم قوي. واحد، انا I know that I'm good. ده انا كنت متاكد ان انا I know that I'm good، يعني دي حته انا يعني كنت واثق فيها. اول حاجه الثقه بالنفس، انت واثق من نفسك وانت ده لازم بتتكلم انت عن لازم دي حاجه مهمه جدا. الحاجه الثانيه يعني قعدت ابراكتس على البيتش ديت، يعني جهزت ارقامك وجهزت ملفاتك وقعدت بقى ايه تحاول. على فكره ما كانتش احسن حاجه عشان تبقى عارف. يعني كانت برضو يعني معموله اكسل شيت وما عندناش سيستم. بس في دراسه بقى في يعني في يعني في يعني في ورق في ورق حلو. بس ما كانش احسن حاجه ولسه احنا ستيل لغايه النهارده بنديفلوب يعني الانترنالي الوركينج سيستم. ثالث حاجه ما تحطش اي حاجه يعني في الفتره اللي انا كنت بحضر فيها عشان نعمل البيتش بتاعت شارك تانك، حرفيا انا كنت لاغي اي حد من حياتي، يعني اي حد اي حاجه اي حد. ديب فوكس يعني just keep focusing. عندك هدف معين عايز تنجح فيه. طبق التكنيك الياباني. بس انا هعمل حاجه واحده بس النهارده، فهعمل حاجه واحده بس. فكنت كل يوم الصبح اصحى اروح اقعد في مكان كده في كفر عبده، افتح كفر عبده في اسكندريه يا جماعه. كفر عبده اسكندريه. فاروح اقعد فيه كل يوم، افتح اللابتوب وافتح الموبايل، اروح جاي عامل ريكورد، افضل اسجل مره واثنين وثلاثه واربعه وخمسه. بتتدرب يعني، واقف قدام كاميرا بتتدرب. انا عمري ما وقفت انا عمري ما عملت بيتش لحد اصلا. لا بس يعني هايله كنتش يعني عمري ما عملت حاجه اون تي في يعني. واعتقد خطوه زي كده هتنقلك من عالم الانتربرينورز الى رياده الاعمال، الى اداره الاعمال والبيزنس مان يعني يا رب سكيل تاني. فرق معاك ايه بقى مستر محمد فاروق؟ اولا انا عارف ان هو he's a very very good investor، يعني طبعا من الكلام ومن هو من قعدته قدام الكاميرا في كده هو is very good investor. شخص مختلف. اشك الناس اللي علق على هو شيك ككاركتر وشيك كبزنس وشيك كلبس. لا ده تمام طبعا. يعني وعلى فكره رغم ان هو رجل اعمال، والده ما شاء الله كان من الاغنياء، بس هو خد الدنيا من تحت. ده فعلا وده شيء غريب جدا. عايز اقول لك على حاجه، انا الراجل دوت انا فعلا يعني انا فعلا بحترمه الاسباب ان هو حرفيا بيروح الشركه وبيروح المصنع وبيقف على الحاجه ويشوف كل منتج هو بيطلع عامل ازاي، وبيبص على مش عارف مين راح فين، ويرجع يكلم وبيرد على كل الناس. لا ده يعني ده هاكتك مش سهل طبعا. يعني مش سهل. بس هي دي معادله النجاح بتاعته. دي معادله النجاح بتاعته، وانا بحترمها جدا. يعني انا يعني فعلا بحترمها وانا بتعلم منها يعني. بس هتسكيل
قريب نقدر نتكلم على فيوتشر بلانز ولا خليها في الفتره الجايه؟ يعني احنا اوريدي احنا بنسكيل. احنا في الفتره اللي فاتت دي كلها احنا كان في يعني في 3 بروجكتس احنا كنا اوريدي شغالين عليهم غير منديسه احنا في عندنا Naturals. منديسا ناتشرالز وفي بقى منديسا ستاي وفي منديسا stay ده ايه؟ منديسا ستاي دي هوتيل ابارتمنتس و يعني هو بوتيك من هوتيلز. ليفه في الحمام بتحطها او في المطبخ، الى انك ما شاء الله عندك اوتيلات هتحط جواها الليفه. انا ممكن اشرحها لك لان انا اتمنى ان في حد يعني حتى الناس حتى اللي عندها small businesses they have to think about it well. مش كل الناس المصنعين ينفع يكون عندهم براندات. حضرتك مصنع فانت ممكن تكون مصنع بس، لو حضرتك عندك براند ممكن تكون عندك براند بس، ممكن تكون الاثنين. ده حاجه. الحاجه التانية ان ليه ما يكونش عندك ايكو سيستم بتاعك بيخدم على كل البيزنسز بتاعتك وفيدت طبعا يعني فيدت 1 باي 1. فانت لو النهارده مثلا عندك مثلا محل بيبيع let's say سندوتشات اوريدي ابتدى يكبر، فانت اول فكره بتجيلك ان انت تفتح محل تاني. طب ليه ما يكونش عندك حاجه بتبيع فيها البراند بتاعتك؟ ده يعني ده يعني يمكن مش ناس كتير بتفكر كده، صح. لان ده هو يعني فورورد انتجريشن. الله ينور عليك. لسه لا كنت يعني- عايز اقول في كلمه ايوه ف- فورورد ف- انتجريشن. هو مش كل الناس في بتفكر. فورورد وفي باكورد. يعني هو الانسان وهو بيحط استراتيجيك بلاننج لو بيعمل فورورد انتجريشن يعني ببيع حاجه لقدام. يعني انا عندي ليفه فبعمل اوتيل احط فيه الليفه مثلا. طيب لو انا بعمل باكورد انتجريشن يعني بعمل مزرعه بعمل مزرعه تزرع لي تزرع الليف. فالانتجريشن في البيزنس كاستراتيجيك بلاننج يا فورورد يا يا باك. باكورد، وده فعلا من انجح الحاجات. ومن انجح البيزنس مودلز اللي ممكن يعني عشان ابسط الحكايه اكتر، لو انا راجل عندي مثلا محل برجر، قول لي كده باكورد انتجريشن هتبقى ايه؟ محل برجر هيبقى الباكورد انتجريشن ان انا مثلا رقم واحد طبعا اصنع الخبز نفسه المخبز. افتح مخبز يبيع للمطعم. كده. الله ينور الحاجه عليك. التانية المزارع اللي هربي فيها البقر عشان خاطر يطلع الحاجه. حلو. طب ادينا بقى واحده فورورد انتجريشن. الفورورد انتجريشن ان انا هروح اصلا هشتري المكان بتاع اللوكيشن اللي انا هحط فيه المحل. المول مثلا افتح مثلاً. مولات بالظبط. او اعمل شركه ديليفري. لا هو ده اكشلي حقيقي. ماكدونالدز بتكسب او ان real انا estate. ممكن اخليه الله ينور عليك. بص يعني مثلا يعني هقول لك لا فورورد انتجريشن بقى في الحته بتاعت البرجر ديت تبقى عندك ريدي ميد برجر يونت في باكج كده يتحط في الميكروويف ماركت. كليك دان. صح. شكرا. طيب خلينا نرجع تاني نلم كده ايه المنديسه رايحه بينا على فين. منديسه هتحافظ على منديسه ناتشرال، ده اساسي ده طبعا حقيقي. اهم حاجه وده البدايه. وقلت لي كمان في منديسه هوم، منديسا ستاي، منديسه ستاي، منديسا لاب، منديسه لاب ده جديد ده. ومنديسا هوب. منديسه هوم ده ده بس اللي كده ده لاب دلوقتي. ده بقى ايه بقى عشان احنا ما اتكلمناش على لاب. طيب انا هشرح لك عامه يعني من منديسا ناتشرالز لغايه منديسا هوم الفكره ذات نفسها. منديسا ناتشرالز هي بتفوكس على رو ماتيريالز بس مانيفاكتشرد ان ا جود واي. فاحنا لو دخلنا مثلا الحمام فانت هتستخدم الليفه بتاعتي، هتستخدم الصابونه بتاعتي، هتستخدم الكونديشنر بتاعي، حتى دي فيها انتجريشن واخد بالك. هتستخدم الفوطه بتاعتي. هتطلع من الحمام هتحط الاسينشال اويلز بتاعتي، هتخلص هتخش على المطبخ هتعمل كوبايه شاي من الهيربس اند تيز اللي احنا بنعملها، هتخلص هتاخد معلقه عسل اللي احنا بنحطه ممكن تحطه في الشاي او ممكن تحطه في يعني ميه. انت تخيلت رحله الانسان في بيته وقعدت تقول انا هحط هنا برودكت هحط هنا برودكت. ده حقيقي. هتخش مثلا تقعد تنام في السرير بتاعك فهتحط بيت شيتس من عندنا، ملايات ومفارش وحاجات من دي. حلو قوي. ده يعني ان جنرال. مثلا عندك في الصاله مثلا ممكن احط لك في ديفيوزر للاسينشال اويلز بتاعتك فانت تبقى روايح وعطور وحاجات من دي. بعد كده طب اوكي ده لطيف جدا. طب ما احنا كل الحاجات ديت ما هي موجوده في الاوتيلات، فاحنا ليه ما نكونش عندنا يلا بينا نسكيل اب بقى على اوتيلات وحاجات من دي. ده منديسا ستاي. فاحنا منديسا ناتشرالز هتبقى سبلاير او مورد عند منديسا ستاي. بس منديسا ستاي مش مجرد ستاي، منديسا ستاي هي جيرني اصلا، اكسبيرينس بقى تاني، فول اكسبيرينس. انا نفسي اشوف الديزاين. مش دلوقتي خالص. مش دلوقتي خالص. انا اكيد يعني بس هتعزمني في الاوبننج ده يعني اكيد طبعا.
بس احنا يعني برضو مركزين جدا على حته ان احنا الريتشوالز بتاعت المكان والاكسبيرينس والفيلز، يعني الفايف سنسز احنا مركزين عليهم جدا. هخش عندك اشم ايه، اسمع إيه؟ ايه، اشوف ايه، احس بايه. كل يعني عظيم. عشان بس ما نخشش في تفاصيل كتير، بس احنا فعلا مركزين في لكل حتى السليبر اللي انت بتلبسه. احنا قعدنا ندور في سليبرز كتير جدا، وفي الاخر خالص يعني قلنا خلاص في حاجه احنا نعملها ان هو ما يكونش ليه صوت في الارض، يعني ما يبقاش ماشي وانا سامع صوت تك 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 يعني يعني طب ليه يعني انا اول كلاينت يعني client. يعني فحد يعني حتى ذا سمولست ديتيلز يعني احنا اخدنا بالنا منها. عظيم. بعد كده بقى عندنا منديسة لاب هي R&D لاب للكوزماتكس وللسبلمنتس. فانت دلوقتي انت رحت الهوتيل او قاعد في البيت عندك، فانت ليه ما كمان ما يعني الجات هيلث والسكين هيلث بتاعتك لازم تكون والويلنس والحاجات ديت. فليه لا، ده برضه اوبشن طيب ومتاح. انا عايز ارجع بس للمنديسة ستي تاني. هي دي هتبقى هوتيل ابارتمنت؟ دي يعني هتبقى بوتيك هوتيلز وهوتيل ابارتمنتس. اوكي. ده ريل استيت ديفلوبمنت؟ لا دي احنا يعني بس برضه عشان مش عايز اخش في تفاصيل كتير، بس يعني احنا يعني هناخد مثلا let's say مجموعة apartments وهتبقى كلها معمولة لمنديسة ستي بالبلاتفورم بتاعتها بالموبايل اب بتاعها بكل حاجة. وفي نفس الوقت بيكون عندنا مثلا بوتيك هوتيلز، دي بتبقى مثلا let's say 50-60 keys مثلا، وبتبقى معمولة مخصوص للناس اللي جاية ان هم فعلا they want to escape life the city life، او ان هو he want to have some little bit more of back to treatment. nature. back to يعني nature. عايز بقى عايز يتبسط، اسيب بقى عايز ارتاح. عايز ترتاح، مش يعني تتبسط يعني ممكن ترتاح، افصل شويه عن عايز تنام كويس، عايز انام كويس، دي ركز عليها. وبس هو منديسة هوم احنا بنحاول ان احنا يكون عندنا حاجه زي زارا هوم. وليه لا يعني ليه لا، ما نقدرش ان احنا نعملها يعني. لا انا فصلت. انت قلت في خطفتك انا. لا انا فصلت فعلا، لان انا ركزت في حته تانية ان منديسة ستي اصلا ممكن تبقى دي يعني قدام السكيلينج بتاعها يبقى رايح ان تخشوا في الديفلوبمنت ريزورتس بقى والديفلوبمنت. يعني ممكن بس يعني دي future plans يعني it's really long future plans. الماركت بتاع منديسة ستي، يعني منديسة ستي انا شايفها هتبقى خطوه اوليه ان انتوا قدام كمان تخشوا في جزئيه ديفلوبمنت كريل استيت. بس احنا اتفقنا بقى ان الفيجن ما تطلعش دي خلاص. يعني حته كده. يعني كده. شفت الغمزه دي، غمزه اسكندراني كده لازم دي يبقى ليها كده برضه حركه يعني. طيب الماركت اللي انتوا بتستهدفوه في منديسة ستي صحيح. الاوتيلات دي فين؟ هي موجوده في مصر. يعني انت خلاص قررت تشتغل في السوق المصري؟ يعني عظيم. طبعا عظيم. مين بقى الكاستمرز؟ اي حد لسه ما حددتوش ماركتس؟ لا مش حكايه ماركتس، هو انت اي حد عنده النيد بتاع ان هو عايز يفصل ويروح للنيتشر. حضرتك مثلا راجل شركتك وعايز مثلا النهارده مثلا انت في يعني في القاهره في التجمع والمفروض ترجع زايد وعايز مثلا، فانت ساعتين سفر يعني يعني بالذات بقى لو فراش اور وعندك شغل تاني يوم في التجمع، فانت ليه ما تقعدش عندي يوم؟ مثلا عندك رايترز بلوك وعايز تروح تفصل من السيتي لايف وتهرب في مكان جوه المدينه، ليه لا؟ صحيح. بيجروا رجله بيوم بعد كده هيقعد مليون في ما هينقل شركته هناك. طيب الاي اي دلوقتي كل حاجه في حياتنا، ابلكيشنز على الموبايلز على كل حاجه، فدور الاي اي ايه في الجيرني بتاعتكم؟ احنا دور الاي اي معانا في ان احنا نقدر نحسن من اداء الشركه عندنا. هو مش بيلغي الناس، ولكن بيخلي الناس حياتها اسهل، يعني اسرع اسهل، اكسسبل لحاجات كتير، وفي نفس الوقت بنسهل الجيرني على الكاستمرز نفسه يعني. دي حاجه تانية. الداتا يعني الداتا بقى اللي احنا بناخدها علشان نقدر نحللها ونطلع منها احنا ايه المنتج اللي جاي، الديسيجنز بتاعتك والفيجن وهكذا. ده حقيقي. دول اكتر حاجتين احنا بنفوكس عليهم بالنسبه للاي اي، ان احنا مش تك كومباني، احنا وير نوت تك كومباني،
احنا بنفوكس اكتر على هو ممكن يكون بيعمل يعني ترانسفورميشن او انهانسمنت في برودكتس، في اوبريشنز، في طبعا كول سنتر. بس برضو احنا مش حابين، بس مش بنفضل ان احنا نكون تك كومباني على قد طبيعي. ما بس احنا نكون. بس بتقدر تأدابت معاها مع طبعا، وده التكنولوجي، لازم، أصل ده لازم يحصل. تستوعب عشان ده لازم تكمل. يحصل. كل الناس اللي قالت لك الثوره بتاعت الثوره الصناعيه في انجلترا، والناس قعدوا حاربوها وده كسروا من زمان. مصانع وكده. النهارده ما فيش حد يقول لك طبعاً. ما يقدرش انتهت. يقدر. فانا انا مع التكنولوجي، ومع اننا لازم نinvest in technology، ولازم know how to use technology. يعني مش احنا لغايه النهارده بنستخدم جوجل في ان احنا نسيرش على مثلا محل الكبده اللي على اول الشارع. ف we don't use it in the proper way يعني. عشان ما بيستخدموش في تطوير نفسه. لا للاسف نسبه بسيطه من الناس. طبعا هو في صح. مش بسيطه، لا بنسبه كبيره، بس ليه مش كل الناس؟ مش كل الناس لغايه النهارده احنا we don't know how to write down prompts لل AI. فانا شايف ان لو بيستخدموه عبيد. اعمل لي كذا انت. لا مش عجباني. طيرها غلط. انا مره وقع في ايدي شات على AI GPT. هو بيشتم الاي اي. اعمل لي كذا يا كذا. مش قلت لك؟ حاضر مطيع جدا. فاحنا حتى we don't know how to talk to technology. وده الفارق دلوقتي ما بين الناس. يعني في تشاينا دلوقتي، تشاينا دلوقتي ما فيش حد يقدر يكمبيت معاهم في الاندستري بتاعه التكنولوجي. مش عشان هم اجمد ناس، لكن عشان الناس ديت في اخر 10 سنين هم كان كل الفوكس بتاعهم ان هم يتعلموا ازاي يستخدموا التكنولوجي for their own benefits. فعشان كده في فرق كبير جدا ما بين Chinese manufacturer بالذات في المانيفاكتشرنج سيستمز وما بين اي حد تاني موجود. مع ان في ناس يعني الالمان النهارده مرعوبين من موضوع العربيات للتشاينيز اندستري، يعني احتلت العالم. ويوروب كمان في مشاكل كتيره في يعني والياس نفس الكلام. وحتى كوريا، حتى جابان. يعني فكره اصلا بالنسبه لي فكره ان براندز كبيره زي مرسيدس وبي ام دبليو يبقوا يعني متوترين من مرعوبين، مش متوترين، والموضوع واصل لانجينيرز جوه. ده يعني كان بالنسبه لي فجأة بالنسبه للعالم كله طبعا. بس ده الواقع خلاص. والواقع ده بيحصل بقاله سنين واحنا غفلانين عنه او مش شايفينه، لان هم مش exposed او احنا بمعنى صح الميديا مش عطيانهم المساحه ان هم يعملوا حاجه زي كده. وبعدين فجاه لقوا ان الناس ايه ده يا جماعه دول جامدين جدا كده. ما هم كانوا جامدين بقالهم سنين بس ما حدش واخد باله. منايمين الناس كلها. ايوه يعني فدي حاجه احترمها. يعني خلينا نقول زتونه الموضوع او الطبخه الاساسيه ان انت اولا لازم تجرب وتقع وتقوم وهكذا. ده لازم. ثانيا انك لازم تسمع للكاستمر بتاعك وتعرف هو محتاج ايه علشان تعرف تولفتك في منتجاتك طبعا. وانت بتبيع له طبعا. ولو نجح برودكت تعمل ايه؟ انتجريشن بقى. غير الانتجريشن هامرينج اون ذا برودكت. هامرينج فوكس رهيب. فوكسنج على الكاستمر جورني. let's say مثلا لو انت بتعمل حاجه فيها stitching، فانت you have to know what is the new technology for stitching وممكن تطورها ازاي وازاي وليه دي بتتصنع هنا، ليه بتتصنع ازاي وبيعملوا ايه، والميزه اللي عندك قصادهم والميزه اللي عندهم قصادك. ده internally. صح. كاستمر ملوش دعوه بالمعركه اللي بتحصل. المعركه دي صح. دي هو مش لازم يعرف عنها اصلا. يعني it's not his game. لازم انت بقى تعرضها عليه بشكل فير، مش بشكل فيه اتاكينج طبعا طبعا. وفي نفس الوقت انك تابزورب او تستوعب التكنولوجي ما تتجنبهاش. بالظبط. وتكون ويل بريبيرد للحاجه اللي انت بتعملها عشان لما تيجي التشانس. انا بصراحه معترض على ويل بريبيرد. انا عمري ما هبقى ويل بريبيرد. انا اعتقد ان شارك تانك ما كانتش هتيجي يعني بدون. انا عايز اقول لك ان انا فعلا انا اليوم اللي انا يعني حتى يعني في حد من الناس يعني حتى كان بيستغرب. انا يعني قدمت بالليل، كلموني الصبح قالوا لي احنا هنصور مش عارف يوم كام. قلت لهم لا انا مسافر يوم كذا. قالوا لي طب خلاص ممكن نعدل الميعاد. عدلوا الميعاد، صورت خلصنا بالليل. انا الفجر كنت يعني بس الفجر كنت في كوريا، اللي هو مش موجود خلاص وتمام. فانا يعني I was not that well prepared by the way. يعني مش توفيق ربنا. طبعا حاجه يعني طبعا. بس في نفس الوقت عندك شويه حاجات انت برضو believing في البيزنس. انت مؤمن بالبيزنس بتاعك. بالظبط.
كونفيدنت، عندك ثقه، لازم، ماسك شويه ارقام، عندك رؤيه. وخلي بالك بس برضو مش فيك ايوه الله ينور عليك. مش هم اذكياء قوي يعني الشاركس، هم قاعدين، هو ذكي، شايفك انت راجل عندك ثقه وعندك رؤيه، فهو بيشتري شخصك. عاده كده البيع بتبقى هو شايف البني ادم ده، شايفه قدام، مش شايفه بس اللحظه دي، ومش بيفكر في ارقام، لان هم ما شاء الله عندهم شركات بتعمل ارقام اضخم من كده بكتير. كتير. يعني هو ستيل برضو، يعني انت النهارده هم حد ايا كان، اذا كان في شارك تانك ولا اذا كان في اي انفستمنت بروجرام تاني اون تي في او اوف تي في ولا ايا كان، النهارده الانفستور لما بيجي يحط مثلا الرقم ايا كان الرقم $1,000,000، فهو $1,000,000 دولت، هل هم هيزودوا الفلوس وحاجه؟ مش قوي يعني، ممكن شيء لا يخسرهم يذكر. اصلا كلهم. تمام. بس هي الفكره كلها ان هو when he invest in you، لان هو you believe in what you do. ده اللي انا شايفه صراحه. لو انت ولو انت لقيت شخص عمل انفستمنت فيك كفرد، ف فالمسؤوليه اللي بتبقى يعني الانفستمنت انا بالنسبه لي هو يعني obligation اكتر من هو success story. يعني صحيح مش طبعا. ده واحد بيديك بيحملك بس دي مش مسؤوليه فلوسي. زياده. يعني انا صحيت الصبح انا بعمل ايه ده؟ لا طب انا هصرف دول، لا مش لا بس دي مش مستحيل. فلوسي، دي رقم واحد. رقم اتنين، لو طب في حاله ان انا مثلا يعني ما اديتش كويس، طب افرض حصل تقلبات في السوق، طب افرض خسرت الفلوس دي كلها، طب انا علاقتي بالانفستور ده هتكون عامله ازاي؟ او علاقتي بالشركه بتاعتي انا هتكون عامله ازاي؟ هل انا هلوز هوب؟ هل ان انا الاسئله دي بقى طبعا دي بتبقى ايه اللي هي ايه جلد الذات وما بتنامش بالليل قبل بقى النوم ديت. عارف انت اللي هو ايه، طب هو انا ماشي صح؟ بس دي مهمه بس هي جدا. بصراحه يعني قصه ملهمه لاقصى درجه صراحه يا باشمهندس. يعني من ليفا، طنط ربنا يديها الصحه ويبارك لك فيها، اديتها لك في الشنطه. باي ذا واي، انا امي لغايه النهارده هي مديره المصنع. طب ما لازم مش ده- بمزاجنا على فكره. وضع يد كده. فربنا يديها الصحه يا رب. الحمد لله. من ليفا، لان هو دخل اسواق عظيمه جدا زي سوق اليابان وسوق كوريا وسنغافوره وامريكا بنخبط على ابواب، وكندا بتخبط على ابواب. يعني ما شاء الله ربنا فتح عليه في اسواق مختلفه. لا ده كمان ربنا وفقه في السكيلينج اب على المستوى الانتجريشن بقى بتاع البيزنس، بقى في توسع اكبر واكبر واكبر. سر النجاح انا في وجهه نظري انك يعني بقيت معلم في فهم الطبخه دي، ان هي عايزه جرأه وعايزه محاوله وعايزه قلب جامد، وعايزه كمان ان انت تذاكر شويه وتجتهد على نفسك وتفهم عميلك وتفهم منافسينك وهكذا. كل ما الانسان ادى في الحاجات دي، كل ما هتلاقي النتيجه بعد كده حيث لا تحتسب. مع نية كويسة خلاص بقى. بص، بس هي كده. خلطه كده ما بين توفيق من عند ربنا وشويه طبعا حظ ده كده، اساسي. وطبخه كده لطيفه وشويه مجهود و أنا في حاجه، انا معلش انا اسف ممكن اضيفها، بس ان انت تختار الرايت برودكت فور ذا رايت ماركت. يس المنتج الصحيح في السوق الصحيح. ده والتايمنج برضو دي انا ما اقدرش اديها فيها اي حد يعني ما اديش اي فيها معلومه، يعني ما اقدرش ان انا افيد حد فيها كويس. عايزك بس لو انت عرفت تلاقي جاب، وانت المنتج ده انت عارف ان هو هيجو ثرو النيدل هول او اللي هو الخرم الابره ده، انت عارف ان المنتج ده هينشن. هو ده بالظبط لما اللي تنشن لازم هيعدي من تسيب. خرم الابره. خلاص كده يعني داي فور ات. ولو ما حصلش نصيب ان انت اللي قدرت ان هو او انت هتتعلم بقى، خلاص انت عرفت ان ده مش هيحصل تاني، فانت عارف انت فين الغلطه فين. فحاجه من الاثنين، يا اما بتحاول تاني او ممكن تشوف حاجه تانية او ممكن ترجع تاني زي ما كنت بتعمل ايا كان. بس اللي انا متاكد منه ان انت لازم تلاقي المنتج الصح وتفوكس وتركز جدا وتحاول جدا جدا لحد ما ربنا يوفقك. قبل بقى ما نقفل يعني، عشان التعليم هو الحل لكل حاجة يعني. فالناس لو عايزة تتعلم أو تذاكر تعمل إيه؟ والريسورسز اللي انت هتقولها ترشح منها ايه الناس تشتريها او تقرأ منها مثلا؟ او بص، في كتاب صراحه بحبه قوي صراحه، هو يعني ده من اكتر يعني بحبه قوي، Think Like a Rocket Scientist هايل ده، وهاكرز مايند. دول اكتر كتابين يعني انا بحبهم جدا. انا هقراهم، يعني انا ما قريتهمش بصراحه. يعني طريقه ان انت تفكر ازاي دي لوحدها، انا صراحه شايفهم دول لطاف جدا، وانا بحبهم قوي صراحه كمان دول. ويعني هاكرز مايند
هاكرز مايند Think Like. ثينك لايك روكيت ساينتست. روكيت ساينس ساينتست. هي. اوكي، ده حلو قوي. الاثنين أوي. بصراحه دولت يعني انا شايف الاسامي لوحدها اصلا انت ليك يعني عايز تشترك. يعني هو برضه يعني فيهم حته كده صيع. كاتش ماركتينج شويه بقى، معلمين برضه. يعني بس هم كتابين صراحه يعني هو باين من فادوني اسمهم بيشتغلوا على المايند سيت تمام. جون يعني. انا مبسوط بالحلقه دي يا عبد الرحمن. انا اكتر والله، والله. واتشرفت نورتنا يا بمعرفتك. باشمهندس. انا اتشرفت بيكم جدا والله بالعكس والله. يعني ان شاء الله يعني شرف في لينا وفخر نجاح لكل كبير أوي مصري والله. صراحه. الحمد لله. يعني الحمد فخر لله. اي مصري ان احنا عندنا نموذج زي باشمهندس محمد قدر يبيع في اسواق من الخيال اصلا ما يستوعبهاش. إنك بتشتري بتبيع في منها اليابان. بس. انت بتشتري منها بس. الله بس. ينور عليك. بس برضه مش انا اللي ببيع لوحدي على فكره. الناس دي يعني انا في ورايا ناس لا، كتير لا، جدا لا، طبعا. يعني طبعا. ناس أيوة. عامله ودي مجهود حاجه حلوه فيك في- بصراحه ان يعني انت مش انا خالص على فكره. انا بس يعني يعني هو ما شاء الله يعني عيلته معاه رغم ان العائلات ساعات بتوقع على البيزنس، بس هي عيلته ما شاء الله من الناس اللي بتساعده. التيم ما شاء الله مختار ناسه كويس جدا. اتمنى لك كل التوفيق، اشكرك واتمنى ان شاء الله لازم يكون في حلقه تانية أشكرك. بس نكون بقى شفنا الوجه الاخر من الشركه، رحنا لا، بقى إن شاء الله للسكيلينج اب very بلان soon. بتاعتك ان شاء very الله. soon very توفيق يا soon ان شاء باشمهندس. الله ان شاء الله. أشوفك شكرا على جزيلا. خير. شكرا شكرا ليكم. ودي كانت نهايه حلقه النهارده من ماركتنج جورو او معلم التسويق، وانتظرونا ان شاء الله في حلقات جايه كتير.